اهلا بيكم في قناة سيلا بالتركي. يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل وصفة لأول سحور لينا في رمضان. كل عام وانتم طيبين، ويا رب دايما تعود علينا الايام جميعا بالخير واليمن والبركات. يلا بينا بقى نبدأ الوصفة. ما ننساش قبل ما نبدأ نعمل لايك وشير اشتراك في القناة لو عجبنا الفيديو. يلا بينا نبدأ نشوف هنعمل ايه. في البداية هنا معايا كيلو من السبانخ. بصوا بقى، الصينية لو هعمل صينية مقاس 30 يفضل يبقى نص كيلو سبانخ على مقاس الصينية، لان انا هيتبقى معايا كمية تعمل صينية تانية كمان. في البداية هنا كيلو السبانخ انا قطعته وشطفته كويس جدا وحطيته في مصفى زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بجيب معلقتين ملح كبار بضيفهم على السبانخ وابتدي اضغط عليها بالشكل اللي انتم شايفينه على الشاشة كده اهو. ادني ادعك فيها كتير قوي لحد ما تبص الاقيها هبطت لتحت. انا ممكن هنا اضيف معلقه كمان علشان آم، تبقى يعني تهبط معايا بشكل افضل يعني. بس كده ابتدت تهبط معايا اهيت. هحط بقى رشه ملح كمان. بصوا السبانخ الحجم بتاعها كان فاكرين كانت عاليه كده، بعدين لما ضفت عليها الملح بقت قلت خالص، بقت عامله ازاي شايفين؟ بقت قليله جدا. طب انا ليه بضيف ملح هنا على السبانخ؟ ليه ما بضيفش ورق السبانخ على طول مباشره في الحشوه بتاعه الجلاش؟ انا بصوا بتنزل ميه ازاي، بصوا بتطلع ميه ازاي. انا عايزه بقى ايه؟ السبانخ تنزل الميه دي منها كده اهو عشان هحطها في ورق الجلاش. مش عايزه ورق الجلاش يكون ايه؟ يتبل، عايزاه يطلع معايا مقرمش وحلو. فانا بعد ما بعمل العمليه دي الموضوع ده كده اهو. بصوا بجيب بقى شويه شويه كده بعصرهم بايدي كده اهو بالشكل ده، بضغط عليها وبنزل منها الميه تماما اهي. ميه السبانخ بنزلها كده اهو بالشكل ده تمام اهو. بعد كده بجيب طبق تاني اهو زي ده كده بحط فيه عشان هضيف هنا الاضافات. بصوا انا عصرتها من الميه خالص ما فيهاش ميه اهي. هعصرها بقى كلها بالشكل ده وارجع لكم تاني. شايفين انا عملت هنا السبانخ اهيت ما فيهاش ولا نقطه ميه اهيت، صفيتها كلها تماما. هضيف بقى عليها الاضافات، بس نسيت اقول لكم على حاجه. هنا انا السبانخ بنبقى مش محتاجه الجزء اللي فوق ده ولا العروق دي كلها، مش محتاجينها خالص. هنا في بعض العروق بس مش اللي هي الكبيره، اللي هي الرفيعه، محتاجه بس الورق. هنا بقى انا هضيف هنا اهوت بصلايه كبيره متقطعه اهو بالشكل ده. هضيف بصلايه كبيره متقطعه. هنا انا جايبه بصلايه خضراء، اللي عايز يضيف يضيف. الخطوه دي اللي مش عايز يضيف مش مشكله، بس انا ضفت هنا اهو. البصل الاخضر بيدي طعم حلو قوي للاكل. هي بصل اخضر على حسب الكميه اللي انتم عايزاها يعني. ضيف هنا كمان معلقه صغيره، معلقه نص صغيره من السماق. ممكن نستغنى عن الخطوه دي لان انا اصلا هضيف دبس رمان، فمش ليه ما يعني ممكن بلاش السماق. هنا معايا نص معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة صغيرة من الكزبرة. عايزة اقول لكم ان السماق ودبس الرمان بيدي مزازة للطعم كده، بس يفضل دبس الرمان، يعني هو كافي لوحده. معلقة كبيرة بقى، معلقتين كبار من زيت الزيتون. زي ما قلت لكم يفضل الكمية اللي انا بقولها دي لو نص كيلو يبقى معلقتين زيت الزيتون والكزبرة ودبس الرمان والكمون، نفس الكمية على النص كيلو السبانخ يفضل يعني. ليه بقول كده؟ لان انا كنت عاملاها بنفس الكميه اللي قدامكم على الشاشه دي على النص كيلو، كان الاطعمه واضحه فيها، لكن لما عملت كيلو ما كانش الطعم واضح فيه جدا. كانت حلوه برضو، بس انا بفضل النص كيلو، هي الوصفه الاساسيه كده. بصوا بقى انا ضفت هنا دبس رمان
وبضيف هنا بقى جبنة قريش، كوباية كبيرة من الجبنة القريش. يفضل يعني مش يفضل، لو حابين حاجة تانية غير الجبنة القريش يبقى حلو تمام، من أي نوع جبنة، المهم تكون كوباية. أنا كان عندي المرة دي متوفر عندي الجبنة القريش فضفتها. عايزة أقول لكم الوجبة مغذية جدا، سبانخ جبنة قريش ولسه هضيف بيض كمان، فهخلطهم بقى كده على بعض. فعايزة اقول لكم ان الوصفة جميلة ومغذية جدا، تنفع بقى في اي وقت، سحور غير سحور، ايام عادية، فطار غدا عشاء، مدارس مثلا. انا هنا بقى بعمل الخليط بتاع دهن الجلاش. بضيف كوباية من الزبادي، ضفت كوبايتين من الزبادي، نص عفوا نص كوباية زيت، تلت كوباية تلت كوباية زيت، تلت كوب من الزبدة أو السمنة. وبضيف هنا هو بقى الملح الفلفل الأبيض اللي أنا ضفته ده، معلقة كبيرة من البيكنج باودر. بخلطه بقى على بعضه كده، والخليط مجرد ما بسيبه هتلاقوه نفش لوحده أصلا. هخلطه بقى كويس جدا واسيبه بقى على جنب، وجهز الصينيه اللي انا هضيف فيها بصوا هنا، انا هنا الخليط لما حسيته انه تقيل شويه، لما البيكنج باودر خلاه تقيل وبقى سميك شويه، فبضيف لي يا اما لبن او زيت علشان يظبط معايا الخليط الدهن. صينيه مقاس 30، دهنتها بالزيت. كده الحشوة جاهزة معانا، والخليط بتاع دهن طبقات الجلاش شايفين بقى تقيل عامل ازاي. الإضاءة هنا أنا بظبطها اهيت علشان كانت عالية. عايزة أقول لكم أنا هنا الإضاءة دي عاملة لمط كتير، بس أنا مش فاهمة ليه الإضاءة عاملة كده. ممكن اللون الأصفر اللي ورا ده اللي بيخلي الشكل كده غامق. هنا أنا زودت شوية من الحليب، بصوا عامل ازاي، بقى سميك تقيل جدا بسبب البيكنج باودر. بص عايزه اقول لكم احنا ممكن نضيف كمان رشه ملح عليه. اي نعم انا حطيت على السبانخ ملح وظبطناها بيه، بس ممكن نضيف برضو رشه ملح على الخليط بتاع الزبادي ده بحيث ان هو يظبط معانا. هجيب بقى الجلاش بتاعنا. بصوا بقى انا بضيف الصينيه مش ورقه ورقه، ممكن اضيف ورقتين ورقتين فوق بعض، وبعدين ادهن الصينية بالخليط. فايدة ان احنا ممكن ندهن بالخليط ده الطبقات، بيعمل بيخليه عالي معانا، منفوش جدا الجلاش، بدل ما بنضيف لبن على الوش وخلاص كده، لا بيخليه عالي ويديله طعم جميل قوي برضو. هدهن بقى كل الطبقات. يعني انا في العادي انا جبت لكم الزاويه التانية عشان تشوفوا كويس. بصوا بقى في العادي خالص انا كنت هقول انا نسيت والله. افتكرت، انا في العادي بعمل نص طبقات الجلاش، الورق الجلاش، والنص التاني بضيفه على الوش من فوق. في طبعا طريقة جديدة حلوة اللي هي ممكن نقص الجلاش هو عامل رول كده ملفوف، وبعدين بنضيف نص ونص، بس انا حبيت ان هو اعمله بالطريقة العادية، وخصوصا ان انا مش بياخد مني وقت كتير. هو ورقتين ورقتين وبنحط على طول الحشوة وخلاص يعني. وبعدين بقطعه طبعا قبل ما يدخل الفرن. طبعا انتم ملاحظين ان انا ما شوحتش البصل ولا السبانخ على النار، حطاها كده نية من غير ما تستوي. عايزه اقول لكم لما بتدخل الفرن على درجه عاليه بتبصي تلاقي الخضار، السبانخ، الورق دبل، البصل بقى مستوي. هوريكم ده طبعا في اخر الفيديو. فمش مش مستاهله خالص ان احنا نشوح الخضار على النار. خلاص كده انا تقريبا عملت جزئية كبيرة من الطبقات، والخليط بقى اللي بيتبقى مني في الاخر انا بضيفه على الوش بتاع الطبقة الاخيرة خالص يعني. اتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفة، ان شاء الله تعجبكم.
سهلة وبسيطة، ممكن في عزومات ممكن تحطوا حشوات اللي انتوا عايزينها. بس عايزة اقول لكم السبانخ لذيذة جدا بجد، مش هتتوقعوا طعمها مع الجبنة كده. انا حطيت هنا خلاص الطبقات كلها وبضيف الحشو اهوت. بص هيبقى معايا كمية كبيرة، يعني انا حطيت يعني جزء كبير قوي من الطبق في الصينية. انا هسيب الباقي بقى اعينه لليوم بتاع السحور. انا عايزه اقول لكم الوصفه دي انا بعملها على طول يعني. جلاش وسبانخ. عايزه اقول لكم البوريك بيبقى طعمه لذيذ جدا، لذيذ بجد. مع افضل حشوه بفضلها اللي هي دي، افضل من البسطرمه يعني والحاجات ديت. طبعا كل واحد يضيف الحاجه اللي هو عايزها، بس اتمنى تجربوها بالسبانخ بجد، مش هتتوقعوا طعمها قد ايه لذيذ. انا هنا بقى بحب يعني ازود الطعم شويه، المزازه مع مش المزازه، اللي هو لبس الرمان مع السبانخ بيدي مزازه كده حلوه قوي. زي ورق العنب كده. هو طبعا ملهاش بطعم العلاقه بورق العنب، بس انا قصدي يعني زي ما احنا بنعمل طعم ورق العنب احنا بنحبه لما بيكون عليه دبس رمان كده. انا هنا بقى ضفت معلقه دبس رمان على الوش، وبضيف هنا بيضه بحط عليها ملح فلفل وبحطها على الوش. انا هنا ضفت 3 بيضات، ادي البيضه التالتة. ملح فلفل عشان الزفاره، رشه ورشه يعني. السبانخ جبنه بيض. عايزه اقول لكم وصفه جميله جدا مغذيه قوي بجد يعني، حلوه برضو كسحور علشان الصيام بقى. بس كده بضيف بقى بقيه الطبقات التانية على الوش. بدي دهنه برضو بين كل طبقه وطبقه. اهو انا بضيف 2، وبعدين بضيف من الخليط اللي احنا عملناه. طبعا لو حاسين ان هو تقيل زي ما قلت لكم شويه زيت او شويه لبن، وطبعا لازم نحط رشه ملح لو زودنا اي حاجه عشان الطعم ما يتوهش مننا. بس كده الطبقه الاخيره. اخر حاجه بقى انا بقطع الصينيه بالسكينه، هقطعها وارجع لكم. بس كده انا قطعتها بالشكل دوت. بصوا انا قطعتها بالشكل ده. هضيف بقى حبه البركه عليها بالشكل دوت. بصوا بقى الخليط اللي انا ضفته على الوش خلى الخليط عفوا حبه البركه تلزق عليه تمسك فيه. روعه روعه تحفه ما شاء الله، جميله قوي. السبانخ مع الجبنه مع بصوا هي من دلوقتي اصلا عامله ازاي، اسمها ايه نفشت يعني ما شاء الله. بقى الجبنه مع السبانخ مع البيض يعني وجبه مغذيه جدا وحلوه قوي. ممكن تعتمدوها في اي وقت. طريقه البوريك دي هتعجبكم قوي، ممكن تعملوها في اي وقت. بصوا بقى نضيف حبه البركه، بس لا انا هضيف كمان سمسم. بصوا السمسم مع حبه البركه عايزه اقول لكم بيدي طعم جميل قوي. بالشكل ده دخلها بقى على فرن مدة نص ساعة من تحت. بعد كده نشغل الشواية خلاص تاخد بس وش. بس كده انا حطيت سمسم وحبة البركة كتير خلاص. دخلها بقى الفرن وارجع لكم تاني علشان نقدمها. وادي الجلاش خرج معانا من الفرن. بصوا بقى عامل ازاي، سامعين الصوت؟ شايفين بقى السبانخ مستوية جدا من جواها والبصل درجة السوا من تحت ومن فوق عاملة ازاي، مستوية مظبوطة، مقرمشة من بره وطرية من جوا كمان. اتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفة. زي ما قلت لكم بنقدمها مع ممكن تاكلوها في اي وقت
انا هنا كنت عامله بطاطس ونسيت اقدمها معاها. كان في هنا عاملاها جبنه قريش وحط عليها حبه البركه وزيتون، وكنت عامله بطاطس محمره نسيت اقدمها معاها برضو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. سلام.